يا مساء الخير، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طاسة الكبدة الجميلة دي بطريقة مين؟ بطريقة عز المنوفي شخصيا. هو قبل كده جه على الشاشة وورانا بيعملها ازاي. النهاردة هنعملها بنفس الطريقة بالتكات كلها بتاعته، وعملنا الطحينة الحلوة دي والخيار طبعا اللي عملنا الطريقة بتاعته مع بعض قبل كده في فيديو. ويلا بينا نبدأ مع بعض. في طاسة على البوتاجاز هنحط معلقة كبيرة توم مهروس او مفروم، معلقة كبيرة، لان هو زي ما بيقولوا روح الكبدة هو التوم. اول ما التوم لونه يتغير بالشكل ده وريحته تطلع، هنحط الكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، هي متقطعة طبعا صغير بالشكل ده، وهنقلبها لغاية ما تاخد اللون الغامق، لونها ده يتغير وتاخد اللون الغامق اللي هنشوفه مع بعض. هنقلبها على نار متوسطة. اول ما تاخد اللون ده هنضيف لها معلقة كبيرة كزبرة ناشفة وحوالي معلقتين خل. مهمين قوي يا جماعة معلقتين الخل. ونغطي عليها ونوطي النار شوية، 5 دقايق بالكتير. ونضيف لها الفلفل، انا مقطعة يعني حوالي نص كيلو فلفل رومي وقرن فلفل حامي. عايزة تزودي طبعا زودي، بس عشان ما تبقاش حراقة قوي. بنضيف لها الفلفل بالشكل ده ونقلبها كويس، ونضيف لها بعد كده الملح والكمون ونقلبها تقليبة حلوة كده. وهنهدي النار عليها شوية ونسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها. وهنا يا جماعة انا ضفت يعني تكة حلوة قوي قوي من تكات الكبدة دي، معلقة صغيرة هريسة شطة اللي هي عبارة عن فلفل احمر وعلى توم. ضفت معلقة صغيرة بتديها طعم حلو قوي قوي. وبنغطي عليها، وعقبال ما الكبدة تستوي على النار هنعمل مع بعض الطحينة بتاعتنا. هنا معايا حوالي 3 معالق طحينة، ضفت لهم 3 معالق كبار خل، ونقعد نقلب. طبعا هنا تخنت معانا قوي، بنضيف لها مية شوية بشوية لغاية ما تفك معانا ونحصل على القوام اللي احنا عايزينه. هي هنا برضو تقيلة، انا هضيف لها شوية مية كمان حبة بحبة كده لغاية ما نوصل لقوام متوسط بالشكل ده، وما نزودش المية عشان ما تبقاش خفيفة مننا. بس كده نستمر في التقليب، واول ما نحصل زي ما قلت لكم على القوام اللي احنا عايزينه بضيف لها يعني حوالي فص توم مهروس، حبة صغيرين قوي قوي على طرف المعلقة كده، ده بيديها طعم حلو قوي. زي ما انتوا شايفين يا دوبك فص توم مهروس بضيفه لها. وبضيف ملح مش كتير طبعا، وبضيف رشة كمون وعصرة ليمون. بس كده وبقلبها كويس قوي. وعلى الوش بعد ما خلاص خلصت رشة كمون ورشة شطة، بيعملوا كده في المحلات برضو بيديها شكل وطعم حلو. وكده الكبدة بتاعتنا خلصت. شايفين الفلفل طبعا مش مهري فيها ومحتفظ بلونه. اخر حاجة بعملها هي اني بعصر عليها نص ليمونة، والحركة دي مهمة قوي قوي بجد، بتودي طعم الكبدة في حتة تانية، بتديها طعم حلو قوي. عصرة الليمونة بتديها طعم مميز كده. وكده وصفتنا خلصت والكبدة بتاعتنا خلصت. طبعا مفيش اسهل من كده ولا اطعم من كده. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك جدا. مع الطحينة طبعا، مع الخيار المخلل او طماطم، اي حاجة انتي تفضليها يعني. سندوتشات بقى فينو بلدي، هي كان ناقصها بس الجرجير، بيبقى حلو قوي قوي مع الكبدة. بس انا للاسف ما لقيتش جرجير في السوق يعني، او لقيت بس كله دبلان طبعا عشان درجة الحرارة العالية دي. زي ما انتوا شايفين النص كيلو عمل معايا ما شاء الله كمية سندوتشات، وفات طبق ممكن لتاني يوم.
والطحينة طلعت جميلة ومظبوطة قوي. والطحينة على فكرة سرها برضو انك تزودي الخل شوية، بتديها مزازة حلوة قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.